دكتور صيدلي عندي 35 سنة، متغرب، متجوز، وعندي بنتين هما كل حياتي. ما طورتش من نفسي تقريبا من 10 سنين، والسنين اللي فاتت كان الابديت الوحيد اللي بعمله لنفسي ان اقرا شوية كتب اصدارها حديث علشان اكون متابع الجديد بس. ومش بعمل كده على طول كمان، دايما كان عندي احساس اني ما عملتش اي حاجة مفيدة في حياتي. القلق مدمرني تماما، خايف اسيب الشغل ومصدر رزقي ومعرفش اصرف على بناتي كويس. لكن انا شايف الناس بتنجح وبتعمل فلوس وبتوصل لمناصب، وانا زي ما انا محلك سر. نفسي احقق اي نجاح حقيقي في حياتي. الاكتئاب بصراحة محطمني، وحاسس ان اي خطوة جديدة صعبة عليا زي طلوع الجبل. وبرضو احساس الرعب ان اخسر وظيفتي مدمرني. انا شغال في شركة ادوية بقالي سنين وما ترقتش خالص، وفي ناس اسوأ مني اترقوا. انا مش عارفة ابطل قلق ازاي. ابتديت اخد مهدئ بس حاسس ان مفيش فايدة. قوليلي اعمل ايه؟ هبدأ من الآخر. آخد مهدئ دي أغلط حاجة في الكون. محدش ياخد مهدئ يديه لنفسه كده من غير استشارة متخصص في المجال، لأن في مهدئات بتزود الاكتئاب. ده أولا. الحاجة التانية، ده أنت الرسالة بتاعتك كلها نجاحات. هو أنت مش شايف إنك اتجوزت؟ ده نجاح. ولا إن عندك بنتين ربنا يخليهم لك؟ ده نجاح. ولا إنك ربنا إداك فرصة سفر ما ادهاش لغيرك، وعندك عمل مستقر بقالك 10 سنين؟ ده نجاح. انت شايف ازاي ان القراية ما تعتبرش انك اشتغلت على نفسك؟ ده القراية دي هي سر التطور. القراية دي سر الحضارة. بس ممكن تعمل حاجة صغيرة. بدل بتحب القراية، ليه ما تفكرش تاخد دبلومة، بعدها تاخد ماجستير، ممكن تعمل دكتوراه وتبقى أستاذ في الجامعة. ده ممكن تعمل ده مع شغلك من غير ما شغلك يتأثر نهائي، لأن الدراسة ما هيش صعبة على فكرة. وطالما الدراسة مش في جامعات خاصة، فالحمد لله لسه لغاية النهاردة بلدنا بتسمح لنا إن احنا ناخد شهادات بأرقام معقولة جدا. كمان أنا شايفة إن ممكن طبعا كلنا بنحس بالظلم أوقات في شغلنا، وبنحس إن احنا نستاهل أكتر من اللي خدناه. بس وإيه يعني؟ ما احنا أوقات تانية على فكرة أخدنا أكتر من اللي استحقناه. هي دي الدنيا. أنا عايزة بس أعرف، هو مين اللي بيحكم علينا بالفشل؟ إحنا ولا اللي حوالينا؟ أوقات الناس تشوفنا فشلة، واللي شافوه فشل كان أحسن حاجة في حياتنا. زي مثلا الطلاق. الطلاق شيء سيء جدا، ومهما كان في الخير فأكيد ما بيبقاش الواحد حاسس بفشل، بس حاسس بخيبة أمل، حلم وما تحققش. بس ممكن تكون السقطة دي هي بداية حياة سعيدة جدا، وإن احنا نكون اتعلمنا منها. وفي ناس بتعتبر ده نجاح لأنها قدرت تتخلص من حاجة كانت تعباها. نفس الوضع بالنسبة للتعليم، نفس الوضع بالنسبة للعمل. كلمة فشل دي هي مش موجودة في حياتنا إلا في حالة واحدة بس، لو إحنا قصرنا. طول ما بنشتغل بنعمل اللي علينا، بنشتغل كمان على نفسنا، عمرنا ما هنفشل. مفيش حاجة اسمها أنا كبرت، مفيش حاجة اسمها أنا ذاكر تاني ليه، أنا بقى عندي كام سنة. مفيش حاجة اسمها ياه هغير الكارير دلوقتي بعد ما بقالي 20 سنة في الكارير اللي فات.
الكلام ده مش موجود. الأعمار بيد الله، محدش عارف هيعيش قد إيه، ومحدش عارف رزقه فين. اللي بيفشل في حاجة بينجح في حاجة تانية. بصوا لنص الكوباية المليان، مش نص الكوباية الفاضي. وهرجع وأقول، اللي بيقول أنا فاشل ده سهل قوي يبقى ناجح، لأنه اتعلم من تجربته. لو ما تعلمناش من التجربة بقى، هي دي المشكلة.